في ليله العيد وسط ما الناس كلها بتحتفل ومبسوطه وكل الناس صاحيين على اجواء العيد والاحتفال، في دار السلام في سوهاج الناس صحيت على جريمه بشعه جدا وبركه دم غرقت الشارع كله، وراجل بيطلع في الروح في نص الشارع. لكن اتفاجئنا يومها ان الضحيه ما كانش واحد بس، لكن ضحايا كتير ومفاجآت اكتر كشفها لنا فيديو مرعب جدا. لو عايز تعرف كل التفاصيل وتفهم ايه اللي حصل يومها بالظبط، شوف معايا الموضوع من اوله. الحكايه بدات في محافظه سوهاج من اقوى مدن الصعيد، وتحديدا في مركز دار السلام وفي قريه من اهدى القرى اللي موجوده في الصعيد واسمها قريه كشح. ومعظم اهل القريه دي من اخواتنا الاقباط، وتقريبا كلهم عارفين بعض ومفيش بينهم حد غريب. شارع بسيط موجود فيه الكنيسه الرئيسيه وكلهم متجمعين حواليه. وفي اسره قبطيه بسيطه اتولدت سومه، وكانت بنت جميله والكل بيحبها. وبعد سنتين اتولد اخوها الصغير نوح، وكانوا من اهل بيت طيب وابوهم تاجر معروف. ولما كبروا سومه ونوح بقوا هما كمان محبوبين من الناس كلها، خاصه نوح لما كبر كان قوي جدا وجسمه ضخم، والحقيقه ان شكله وقوته كانوا مدينه هيبه وسط الناس، علشان مش بس بيحبوه ده كمان كانوا بيخافوا منه وبيحترموه. وكان هو السند لاهله ومحدش يقدر يكلم اي حد من اهله، علشان لما كان حد بيتعرض لاهله كان هو اللي بيقف لهم، وكان نوح هو اللي بيتصدى لهم وبيجيب لهم حقهم. علشان كده كان معظم الناس بتخاف من نوح، يعني من الاخر كده محدش كان يقدر يجي على نوح ولا اخته سومه، لان اخته دي كانت ب100 راجل. وبما ان نوح كان هو المسؤول عن عيلته فقرر ان هو يعمل مشروع عشان يجيب لاهله فلوس. والحقيقه ان هو ما كانش بيفهم في التجاره زي ابوه، علشان كده قرر ان هو يفتح مشروع لوحده. وفعلا فتح محل ترز صغير وجاب مكنه خياط، وبقى بيفصل هدوم للستات وللرجاله. وبدا المشروع بتاعه يحقق نجاح ويكبر المحل بتاعه لحد ما بقى اشهر ترزي موجود في المنطقه، وبقى معروف ان نوح الترزي هو الترزي المعروف في دار السلام كلها. والحقيقه ان المحل كان بيجيب له هو واهله رزق حلو. وكانت طبعا اخته سومه بتساعده في الشغل، ومعروف عنها زي ما قلنا ان هي ست ب100 راجل وجدعه جدا، وكانت دايما بتتحامى في اخوها نوح. وفي يوم سومه بتكون ماشيه في السوق فبيشوفها واحد وبيعجب بيها، لكن طبعا لما بيروح يسال عنها بيعرف ان اخوها نوح. ساعتها بيقول في نفسه انه لما هيتجوز سومه مش هيزعلها عشان ما تجيش تشتكي لاخوها نوح. المهم ان ايمن بيستجمع شجاعته وبيروح يتقدم لسومه عند اخوها في بيته، وبيطلب منه ايد اخت سومه في الحلال لانه سال عنهم وعرف ان هم ناس كويسين ومن بيت اصيل. وبيقول له ان هو اسمه ايمن وبيشتغل عامل وبيكسب قوت يومه بيومه، وبيشتغل في كذا شغلانه وبياخد فلوس كويسه، وعنده بيت جاهز من مجاميعه في نفس القريه. وبيوعده ان هو هيعامل اخت سومه بما يرضي الله. ولما نوح بيسال اخت سومه عن رايها بتوافق على طول من الجواز من ايمن. ساعتها نوح بيقول لايمن ان هو لازم يسال عنه وعن اخلاقه في المنطقه قبل ما يديله الكلمه الاخيره ويوافق على الجواز. بس الحقيقه ان نوح لما بيروح يسال على ايمن بيعرف ان هو عامل واخلاقه كويسه، بس شخص بتاع مشاكل، يعني بيعمل مشاكل كتير وبيتخانق كتير وما بيحبش حد يجي عليه ولا على حقه، ويمكن ده اللي بيخليه يتعصب كتير وبيدخن اكتر. ساعتها نوح فكر في مستقبل اخت سومه، لكن قال في نفسه ان حتى لو ايمن ده بتاع مشاكل فانا هقدر عليه. ده بالعكس معنى ان هو بيتعصب وبيتخانق فده معناه ان هو هيكون راجل قوي ويحافظ على اخته. لكن للاسف ما كانش يعرف ايه اللي هيحصل بعد كده. المهم ان نوح بيروح يحكي لاخته عن اللي عرفه عن ايمن، وبيقول لها ان هو راجل بيكسب حلو واخلاقه كويسه بس بيتعصب كتير. لكن سومه ما كانتش خايفه من حاجه، وقالت لاخوها ان هو حتى لو بيتعصب او بيتخانق فهي متاكده ان محدش هيقدر يقرب لها لانها اخت نوح فتوه المنطقه، وايمن عارف كويس هو اتقدم لمين. المهم انهم اخيرا بيوافقوا على الجوازه، وبتتجوز سومه من ايمن في ليله كبيره بيحضرها كل اهل المنطقه. وبيحاول نوح ان هو يكسب ايمن لصفه علشان يكون صاحبه وعلشان يعامل اخته حلو ويحافظ عليها. وبتتم الجوازه وبتروح سومه على بيت جوزها علشان يبداوا مع بعض حياة جديدة مليانة سعادة. وفعلا بيعيشوا فترة في سعادة، لكن يظهر ان عصبية ايمن الشديدة ما كانش قادر يخفيها اكتر من كده. وبعد الجواز بكام شهر بتقوم خناقة ما بينهم هما الاتنين على سبب تافه، لكن وقتها ايمن بيتعصب جامد وبيفضل يزعق في سومة، لكن هي بتستحمل عشان بيتها وانهم لسه متجوزين، وهي عارفة ان الخناقات دي طبيعية لانهم لسه متجوزين، فاستحملت عصبيته. وبعد الخناقة اتصالحوا. والحقيقة ان سومة قررت ان هي ما تقولش اي حاجة لاخوها نوح، وكمان لانها
بتحب جوزها ايمن ومش عايزه تزعله، وبيمر الموضوع في سلام ومحدش يعرف عن الخناقه دي اصلا، وبيرجعوا تاني يعيشوا في سعاده بس لمده قليله علشان تحصل تاني خناقه. وساعتها ايمن بيكون متعصب جدا وبيفضل يزعق جامد في سومة، وهي كمان كانت بتزعق فيه. ويظهر كده ان شخصيه سومة القديمه اللي هي الست اللي ب100 راجل اللي ما بتسمحش لحد يجي على كرامتها رجعت تاني تظهر، وبدات هي كمان تزعق وتصرخ في وش جوزها، وساعتها هددته ان هي هتقول لاخوها نوح علشان يجيب لها حقها. وطبعا كلمه زي دي كانت لازم تخلي ايمن جوزها يتعصب اكتر، وساعتها قال لها ان هو ما بيخافش من نوح وان هو مش هيقدر يعمل له حاجه. ده كمان قال لها ان هو ممكن يضرب اخوها قدام الناس كلها. وساعتها الخناقه زادت ما بينهم هما الاتنين اكتر. طبعا هي لو راحت قالت لاخوها على الكلام اللي قاله جوزها ايمن والخناقه اللي حصلت ما بينهم هما الاتنين، نوح اخوها اكيد هيضربه ويتخانق معاه. فقررت ان هي هتروح عند اخوها اكنها بتزوره من غير ما تقول له اي حاجه. ويظهر كده ان ايمن حس بالخوف لما راحت عند اخوها نوح، وخاف انها تقول له عن اللي حصل، فبيروح بالليل عند بيت اخوها علشان يصالحها ويلحقها قبل ما تقول له. وفعلا بيروح البيت على اساس ان هو بيزور نوح عادي وجاي ياخد مراته عشان يروحوا سوا. وبالرغم ان ايمن بيحب سومة وكان بيرجعها تاني ومش عايز يزعلها، بس برضه ما ننساش ان ايمن شخص عصبي وما بيحبش حد يجي على كرامته. وسومة كانت دايما بتتحامى في اخوها نوح وبتهدده بيه وبتقول له ان هي لو حكت لاخوها مش هيحصل خير. طبعا الموضوع ده كان مأثر في نفسية ايمن جدا، خاصة ان هو حاسس ان في حد جه على كرامته وان هو مش عارف ياخد حقه. لكن يظهر ان الموضوع ده هيقلب معاه بسبب التراكمات الكتير، وساعتها انتقامه هيكون من سومة نفسها. علشان كده هتزيد خناقاته مع سومة وهيضربها اكتر، وكمان بيعملها بقسوة وعنف اكتر من الاول وكأنه بينتقم من كرامته فيها. وطبعا اخلاق الزوج بدأت تبوظ اكتر واكتر علشان يبين لها ان هو مش مهتم بحاجة ومش خايف من اي حد. وفعلا بدأ ايمن ان هو يشرب مخدرات ويسهر مع اصحابه الوقت متأخر بالليل. وكان لما بيرجع بالليل كانت سومة بتسأله انت كنت فين، فبيقول لها انا حر ومحدش ليه دعوة بيا. وطبعا كانت بتقوم خناقة قوية ما بينهم هما الاتنين. لكن يظهر ان سومة قررت ان هي تحكي لاخوها عن اللي بيعمله جوزها ايمن علشان يعرف ان هي وراها رجالة بيدافعوا عنها. وفعلا بيجي تاني يوم وبتروح لاخوها نوح وبتحكي له عن اللي حصل. وساعتها طبعا زي ما متوقعين من اخوها نوح ان هو طلب من اخته ان هي تقعد معاه في البيت لحد ما يجي جوزها ويعتذر لها وياخدها من هنا علشان هو هيقدر يتكلم معاه ويعاتبه على اللي بيعمله. وطبعا نوح كان لازم يشد مع ايمن في الكلام علشان ايمن يخاف منه وما يخليهوش يعمل اي حاجة تاني تضايق اخت سومة. لكن ايمن ما كانش بيحب اي حد يجي على كرامته خالص، فكان هو كمان بيرد عليه وبيقول له ان هو حر في بيته ومراته، وطبعا ممكن يشدوا مع بعض في الكلام. لكن في النهاية الموضوع كان بينتهي وايمن بياخد مراته ويروح بعد ما كان بيوعدها ان هو مش هيضايقها تاني. لكن المشكلة الاصلية لسه موجودة، وايمن حاسس ان هم داسوا على كرامته ومحدش فيهم احترم شخصيته. ونوح شايف نفسه طول الوقت ان هو القوي، علشان كده كان بيرجع يتخانق تاني مع سومة وكأنه بينتقم من اخوها فيها. وبيتكرر نفس الموضوع وبتروح سومة تشتكي لاخوها من جوزها، وساعتها اخوها حلف ان هو هياخد لها حقها مهما حصل. علشان كده قال لها ان هي مش هتروح تبيت في بيتها وهتبيت عنده، وان لازم بكره يجي جوزها وهو اللي يعتذر لها ويرجعها ويعرف نوح شغله معاه. وفعلا بيجي ايمن تاني يوم وبيحاول يرجع مراته، لكن وقتها نوح بيقابله بكل قسوه ويزعق له، وبتقوم خناقه ما بينهم هما الاتنين. ونوح بيقول له ان هو مش هيسيب حق اخته وانه ممكن يجيب حقها ولو بالدم. المهم ان دي هتكون اخر مره يتكلم مع اخته بالطريقه دي ويزعلها. وبعد شويه الخناقه بتهدى وايمن بياخد مراته وبيروح على البيت بعد ما وعدها ان دي اخر مره كالعاده. لكن الحقيقه ان هي ما كانتش المره الاخيره، ده بالعكس الموضوع زاد اكتر وبقى فيه خناقات كتير، مش بس بين ايمن ومراته سومة، لا ده كمان بين ايمن واخوها نوح. والحقيقه ان سومة كانت بتستقوى باخوها على طول، وكانت اوقات كتير بتهدد جوزها ايمن باخوها نوح لحد ما وصلت الدرجه ان ايمن بقى بيكره اخوها نوح بسبب الضغط النفسي اللي بسببه وبسبب ان هو بيدخل ما بينه وما بين مراته. وزي ما احنا عارفين ان ايمن اصلا شغال عامل وبيشتغل في كذا شغلانه، وزي ما معروف ان النوع ده من الشغل مش مستمر وممكن في فتره من الفترات تكون فرصه الشغل دي قليله. والحقيقه ان الخلافات دي كلها كانت في الفتره دي، وكانت الحاله الماديه لايمن صعبه جدا، وكان عنده مشاكل في الشغل ومشاكل في البيت. ده غير ان هو كان بيشرب مخدرات وبيدخن كتير، وده خلاه عصبي وبيتخانق معظم الوقت. وطبعا غير موضوع اخو مراته اللي كان بيفكر ينتقم منه، وطبعا ما بقاش بيقعد معاه في مكان الا لما تحصل خناقه ما بينهم هما الاتنين. المهم بتمر السنين وبيكبروا والمشاكل بتاعتهم بتكبر معاهم.
ودلوقتي ايمن بقى عنده 46 سنه، ومراته سوما بقى عندها 42 سنه، واخو سوما نوح بقى عنده 40 سنه، يعني هو اصغر منهم هما الاتنين، لكنه بيتصرف معاهم كانه الكبير بتاعهم. لكن طبعا اغلب الوقت بيقف مع اخته سوما وبيقف في صفها، وما بيهموش اي حاجه غير انه يجيب حقها. علشان كده الخناقات ما بينه وما بين ايمن كانت بتزيد، ودلوقتي الخناقات دي بقى بيكون فيها زعيق وشتايم كتير، وطبعا الجيران كلهم بقى بيسمعوا كل يوم الخناقات دي، وبيسمعوا نوح وهو بيزعق لايمن. وبعد شويه ايمن بينزل من البيت ومعاه مراته سوما، وطبعا بيسالوه عن السبب اللي بيخلي نوح بيزعق فيه، وايمن بيحس ان هو كرامته اتهانت. ده حتى كمان الجيران بقى بيسمعوا نوح وهو بيقل من ايمن. الموضوع ده بقى مسبب لايمن ازعاج رهيب جدا، وطول الوقت وهو بيفكر ان هو عايز يدي نوح درس قدام الناس كلها، لكن محدش كان متوقع ان هو هينفذ الانتقام بالطريقه البشعه دي. وبتصحى الناس يوم العيد على مشهد مرعب، سواء الناس اللي شافوه قدام عينيهم او الناس اللي شافوه على الفيديو اللي انتشر. عايز تعرف ايه اللي حصل بالظبط؟ كمل معايا الفيديو. اللي حصل في بدايه شهر يناير في السنه الجديده 2025، وده زي ما احنا عارفين ان ده موسم الاعياد عند اخواتنا الاقباط، والمفروض ان الناس كلها بتستعد للعيد. لكن سوما وجوزها كانوا بيستعدوا لخناقه جديده، لكن المره دي الخناقه بتكون جامده جدا، ويظهر كده ان ايمن خلاص ما بقاش يستحمل العيشه دي، وفقد السيطره على اعصابه وضرب سوما وشتمها. وعلى طول سوما جرت على بيت اخوها وهي غضبانه، ووقتها نوح اتعصب جدا من اللي حصل لها، وبيروح عشان يتخانق مع ايمن على اللي عمله في اخته. لكن لما بيروح له البيت او القهوه اللي بيقعد فيها ما بيلاقوهوش، فبيرجع تاني بيته عند اخته، وبيقول لها ان هي هتقعد عندهم كام يوم ومش هتروح بيتها، ويمكن كمان تقضي العيد معاهم، وبالمره يصلوا العيد في الكنيسه اللي قدام البيت عندهم، لحد ما يجي جوزها ويتكلم معاه ويشوف له حل نهائي في اللي بيحصل ده. لكن بيمر يوم ورا يوم وايمن ما بيروحش يرجع مراته، ولا حتى بيتصل بيها ولا بيسأل عنها. وفي الوقت ده بيفتكروا ان هو مكسوف من اللي عمله، ومش عايز يوريهم وشه خالص، علشان عارف انهم المره دي هيتخانقوا معاه جامد. المشكله دلوقتي ان العيد خلاص قرب، وهو عايز ينهي المشاكل دي لانهم نكدوا عليه في العيد، وفي نفس الوقت هو عايز ينكد عليهم زي ما نكدوا عليه وخلوه يقضي العيد لوحده. فقرر ان هو ينتقم منهم بطريقته. وفي يوم 7 يناير 2025 بيحط ايمن في جيبه المطوه بتاعته، وبيلبس هدومه وبيستعد عشان يروح لهم. واول ما بيوصل البيت عند نوح اخو مراته بيلاقيه نايم وما صدق ان هو اخد اجازه علشان يرتاح من شغله. وفعلا نوح ساعتها كان نايم، لكن دخلوا عشان يصحوه علشان يقعد مع الراجل ويتكلم معاه. لكن محدش فيهم كان ملاحظ الشر اللي كان في عيون ايمن ده. حتى مراته سوما ما جاتش تسلم عليه، لانها طبعا مستقويه باخوها وعارفه ان ايمن هيسمع كلام اخوها نوح زي كل مره. صحى اخوها نوح من النوم وراح عشان يقابله بالهدوم اللي عليه، وخرج له بالفانلة والبنطلون بتوع البيت، وقعد جنب ايمن علشان يتكلم معاه. لكن فجأة بدأوا يشدوا مع بعض في الكلام، واتقلب الموضوع لخناقة كبيرة جدا. لكن المرة دي الخناقة كانت مختلفة جدا، لانها المرة الاخيرة. فبدأوا هما الاتنين يستخدموا ايديهم ويضربوا بعض. طبعا اهل البيت كلهم حاولوا ان هما يبعدوهم عن بعض، لكن مفيش فايدة، الخناقة كانت بتزيد اكتر واكتر. وطبعا نوح كان هو اقوى من ايمن، فقدر ان هو ينتصر على ايمن ويضربه. وطبعا الخناقة بالنسبة لنوح كده انتهت، ودور وشه علشان يمشي ويسيب له الاوضة. وجري ايمن على نوح وضربه بالمطوة في رقبته وصدره، وفضل يديله كذا طعنة ورا بعض بالمطوة، وكأنه بينتقم من كل اللي حصل فيه في الفترة اللي فاتت. طبعا كلهم اتفاجئوا من اللي حصل، وفضلوا يصرخوا باعلى صوت وهم مرعوبين جدا. اما نوح فما كانش مصدق ان هي دي النهايه، وحاول ان هو يسد نافوره الدم اللي كانت بتخرج من رقبته، وهدومه كلها اتغرقت بالدم. ساعتها نوح قام وخرج في الشارع وحاول يستنجد بالناس علشان يلحقوه، لكن الناس كلها اول ما شافت منظر نوح والدم وهو عمال يحاول يوقف الدم اللي في رقبته، الناس كلها فضلت تتفرج عليه وهي مرعوبه من اللي بيحصل. لكن محدش فيهم اتحرك وجري علشان ينقذه. طبعا كلهم خرجوا من البيت ورا نوح بسرعه، واخته فضلت تصرخ باعلى صوت في وسط الشارع، وبتحاول هي كمان تستنجد بالناس علشان يسعفوا اخوها. لكن برضو الناس كلها واقفه تتفرج. الموقف غريب جدا، الناس كلها شايفه نوح وهو غرقان في دمه وبيطلع في الروح، ومحدش قادر يقرب منه او يحاول ينقذه. المفاجاه ان الحارس بتاع الكنيسه اللي قدام البيت حتى هو كمان مرضاش يتدخل ولا يمنع الخناقه من البدايه ولا ينقذ نوح، لكنه مسك التليفون بتاعه عشان يبلغ الاسم اللي هو تابع ليه. والاغرب من كده كمان ان كان في ناس بتصور اللي بيحصل ده. كمان كان في واحد مخصوص كان بيصور نوح وهو بيموت، ويا عيني كان منظره يقطع القلب، لانه ما قدرش يقف ووقع على الارض في نص الشارع وهو سايح في دمه. وبعد شوية حاول ان هو يقوم تاني ويقعد، وعمال يبص على الناس اللي حواليه، لكنه طبعا مش فاهم اي حاجة ومش مدرك ان دي حلاوة روح، وان خلاص
دي النهاية. وفي نفس الوقت ده كانت اخته عمالة تصرخ وتنادي عليه اخويا اخويا، وبعدها راحت تجري على ضابط الشرطة وبتحاول تستنجد بيه، لكنه وقتها كان ماسك التليفون بتاعه وبيبلغ. فبتروح على جوزها ايمن اللي كان واقف على جنب وماسك في ايده المطوة اللي طعن بيها اخوها نوح ودمه لسه فيها. فسومة بتقرب منه وبتفضل تضرب فيه جامد، وكانت منهارة من العياط وكانت بتضربه بكل قوتها، لكن كان بيبعدها عنه وبيقول لها ان اخوك نوح كان شايفني ضعيف وكان شايف الحل هو الدم. الغريب ان الناس كانت لسه واقفة بتتفرج على كل ده وكأنها مسرحية بتتعرض قدامهم او مشهد من فيلم رعب، مش حالة حقيقية او جريمة مرعبة. ده بالعكس الناس بدأت تاخد عربياتها وتركنها بعيد عن بركة الدم اللي غرقت الشارع، كأن عربياتهم دي اهم من الراجل اللي كان بيطلع في الروح ومحدش عايز ينقذه. لا، والمفاجأة انهم بعد ما صوروا الجريمة البشعة دي فيديو رفعوها على الانترنت ونشروها في كل وسائل التواصل الاجتماعي علشان الناس كلها تتفرج عليها ويشوفوا جريمة يوم العيد اللي تمت في محافظة سوهاج. واخيرا بتوصل عربية الشرطة وبتيجي معاها عربية الاسعاف اللي بيحاولوا ان هم ينقلوا نوح، وعندهم امل ان هم ينقذوه لان ساعتها بيلاقوا ان نوح لسه عايش وفيه الروح. بس للاسف اول ما بيوصلوا المستشفى العام في سوهاج بيكون خلاص مات نوح وطلع انفاسه الاخيرة. لكن تعالى بقى نشوف تحقيق الشرطة للموقف الغريب اللي حصل والجريمة البشعة اللي حصلت دي. وطبعا ايمن اتقبض عليه وهو ماسك سلاح الجريمه، وده خلاص المتهم الاول في القضيه واتقبض عليه. لكن الحقيقه ان ايمن ما كانش المتهم الوحيد، لان الموقف كله كان غريب جدا ومرعب جدا. فبدات الشرطه تسال الناس ليه ما حاولوش يتدخلوا ويمنعوا الخناقه من الاول اول ما شافوا ان الخناقه زادت ما بين ايمن ونوح، وليه سابوا ايمن يقتل نوح. وده الموقف اللي ما كانش ليه تفسير عند اي حد. المفاجاه بقى ان الناس اللي كانت عماله بتصور علشان تنشر الفيديو على الانترنت كان من ضمنهم واحد مصور الجريمه من اولها لاخرها، واعترف للشرطه ان ايمن هو اللي طلب منه يصور كل ده علشان يثبت للناس ان هو قدر ياخد حقه من نوح وينتقم من الفتوه القوي اللي كانوا بيخافوا منه. مش بس كده، ده كمان قتلوا قصادهم كلهم. المهم ان الجريمه حصلت واتحبس ايمن على ذمه القضيه لحد ما يتعمل له محكمه وياخد الحكم المناسب ليه وهو الاعدام طبعا. اما عن سومه بقى فهي في حاله صدمه وانهيار بعد ما خسرت جوزها واخوها في نفس اليوم، وفي النهايه ماتت ترز نوح وهو غرقان في دمه. بس الحقيقه اللي مات يومها مش نوح بس، لكن اللي مات يومها هي اخلاق الصعايده اللي معروفين بالنخوه. بس اتفاجئنا انهم في يوم الجريمه وقفوا يتفرجوا، مش بس سابوا الراجل يموت قدامهم، ده كمان بقوا يتفرجوا عليه ويصوروه، وكمان سابوه يموت ويتصفى من دمه اللي غرق كل الشارع. والاغرب من كده انهم كانوا بيصوروه وهو بيطلع في الروح. والحقيقه ان الموضوع اصبح مخيف جدا ومرعب. القضيه دي حصلت من ايام بسيطه ولسه التحقيقات فيها مستمرة، وطبعا الحكم فيها يعتبر معروف لان القضية متصورة صوت وصورة والكل شاهد على الجريمة البشعة دي. واكيد الاعدام مش كفاية لايمن اللي خسر كل حاجة في لحظة غضب وارتكب جريمة بشعة في نص الشارع وتسبب في نشر الوحشية والرعب ما بين الناس. اكتب لنا رأيك في القضية البشعة دي في التعليقات واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.